طلبة بتخرج للتعليم بترجع بإصابات، بترجع بجروح وكسور وأحيانا تكون خطيرة، زي ما حصل في 34 إصابة لطالب وطالبة يتعلموا ويتحصلون العلم في جامعة اسكندرية. لم يشتركوا في أي مسيرات، لم يشتركوا في أي تظاهرات، ولكن الإصابات كانت من نصيبهم. بيتم علاجهم الآن في مستشفى الشاطبي والأميري. الاشتباكات ما بين طلاب تابعين للإخوان وما بين طلاب آخرين مستمرة الآن وتصاعدت داخل جامعة الإسكندرية. امبارح كانت في كلية آداب بالتحديد، النهاردة في كلية الحقوق في جامعة اسكندرية. خلينا نعرف المشهد بالتفصيل مع الدكتور أشرف فراج، عميد كلية الآداب في جامعة اسكندرية، واللي معانا على التليفون دلوقتي. مساء الخير يا دكتور. أهلا، مساء الخير حضرتك. دكتور أشرف، ممكن حضرتك تقول لنا اللي بيحصل دلوقتي في جامعة اسكندرية، وإذا كان داخل كلية الحقوق فقط ولا تعدى إلى كليات أخرى؟ لا، هو اللي حصل النهارده الحقيقة هو حصل وانتهى على فكرة من تقريبا يجي ثلث ساعة. طيب كويس. في كلية الحقوق وكانت مناوشات ما خدتش الشكل اللي كانت عليه امبارح. امبارح كانت أكتر. لا، امبارح كانت يعني مفزعة. طيب اللي حصل النهارده ايه بالظبط؟ النهارده برضه نفس الطلبة بتوع الإخوان حاولوا إن هم يرفعوا شعارات رابعة وإن هم يعني يهتفوا ضد الجيش. تصدى لهم بعض الطلاب وحصلت بينهم بعض التشابك بالأيدي، بس ما تطورتش زي امبارح إلى طوب وعصيان ويعني امبارح كان المنظر الحقيقة كان مهزلة. هل حصل تدخل من الأمن الإداري؟ يعني إزاي تم السيطرة على المشهد النهارده علشان ما يتشابهش مع امبارح؟ عشان بس حضرتك نكون صراحة كده، مفيش أمن في الجامعات، لا إداري ولا إحنا عندنا عمال حراسة. إحنا عندنا عمال حراسة، ولذلك اللي بيحصل سيادتك في جامعات مصر مخطط له، لأن الجامعات هي الورقة الأخيرة لهذا الفصيل. ولذلك بدأ الكلام ده متزامن مع بداية العام الجامعي. بدأ من عين شمس، اتنقل للقاهرة، للحلوان، لأسيوط، للمنصورة، وكانت اسكندرية امبارح الشرارة بتاعتها، لأن الجامعات دي خصبة. ليه سيادتك؟ أولا الجامعات كامبس مقفول، الأمن اللي فيه تقريبا ما فيش، هم عمال حراسة لحماية المنشآت، لكن فبالتالي أصبح يعني شيء خصب جدا للي عايز يبين إن صورة البلد مهزوزة. والهدف معروف سيادتك، وقف الدراسة بالجامعات. وقفت الدراسة بالجامعات، يبقى أنا بطلع رسالة، باخد لقطة أو مشهد أروح أطلعه في قناة الجزيرة، بيبدأ يستغلوه بره بأن مصر ما فيهاش أمن، السياحة تتراجع، الخطوات اللي احنا مشيناها في الكام شهر اللي فات نرجعهم تاني، والكلام ده مش إن شاء الله مش هنحقق لهم هدفهم. كان في خسائر مادية يا فندم؟ كان في امبارح خسائر مادية، سيارات كانت متعلقة بالجامعة. اتفضل. خسائر كانت في السيارات، الأساتذة وبعض العاملين والموظفين في الجامعة. وعشان اقول لحضرتك حاجه، لان احنا متنبهين لهذا، احنا كتبنا امبارح على الويب سايت بتاع الكليه بان الدراسه بكره مستمره. الموظفين اللي سياراتهم والاساتذه اللي سياراتهم امبارح اتكسرت جم النهارده وحطوها في نفس الاماكن في الساحه. لان الهدف معروف واحنا مش هنحقق هذا الهدف، الجامعات مش هتتقفل، صوره البلد انها مهتزه مش هيحصل. احنا عارفين ان دي اجنده خارجيه، العمليه اكبر يا فندم من قصه طالب واقف بشومه وطالب بطوبه وبضرب هنا، في اجنده، والاجنده دي مرسومه 30 يونيو افسد مخطط امريكا في الشرق الاوسط الجديد. اخيرا، في اصابه خطيره يا فندم، في اصابات امبارح ما خرجتش لسه من المستشفى؟ اصابه واحده بس الحقيقه، هو مش خطيره، ولكن هو لان الطوبه كانت في دماغ الولد، فهو عنده ارتجاج، فلازم يتحط تحت الملاحظه 24 ساعه مستمره، خشيه ان يكون في نزيف داخلي. أنا بشكر حضرتك الدكتور أشرف فراج، عميد كلية الآداب جامعة اسكندرية.